لننتقل إلى موضوع آخر، حيث على هاشتاج ميم باء سين يشتري قصرا بمليار ريال. تناول المغردون تقارير صحفية أجنبية تفيد بشراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قصرا في فرنسا منذ عامين بمبلغ وصل إلى 300 مليون دولار. وقد اعتبر البعض أن عملية الشراء هذه تدل على الكيل بمكيالين في إجراءات مكافحة الفساد، أما آخرون فرأوا أن ذلك يأتي ضمن حملة ممنهجة تهاجم ولي العهد السعودي، وأنه من حقه شراء ما يراه مناسبا لأنه من سلالة ملكية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن ولي العهد السعودي كان قد اشترى قصر لويس الرابع عشر في فرنسا الذي بيع بمبلغ 300 مليون دولار قبل عامين، وأضافت أن هذه واحدة من ضمن عدة عمليات شراء باهظة الثمن نفذها ولي العهد السعودي، شملت يختا بقيمة نصف مليار دولار ولوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار. ولنتابع بعضا من ردود الفعل على خبر شراء محمد بن سلمان لقصر لويس الرابع عشر. كبير المستشارين في السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة فيصل بن فرحان غرد قائلا: واضح أن نيويورك تايمز عندهم عقدة اسمها محمد بن سلمان. وأضاف في تغريدة أخرى: سخرت النيويورك تايمز إمكانياتها الصحفية لمتابعة كل خبر يمكن أن يستغل للإساءة إلى سمو ولي العهد، ولم تتردد في الاعتماد على مصادر لها أجنداتها وتسويق الإشاعات لقرائها على أنها أخبار مؤكدة، كما دأبت على اعتماد التفسير الأكثر سلبية لأي معلومة تحصل عليها عن سموه. الباحث والكاتب محمد مختار الشنقيطي قال في تغريداته: نيويورك تايمز: ولي عهد السعودية المحارب للفساد محمد بن سلمان يشتري أغلى مسكن في فرنسا ب 300 مليون دولار، لعله اشتراه لصالح متحف اللوفر في أبو ظبي. كينيث روث رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش قال: بالنسبة لرجل يستلم وظيفته الأولى منذ مدة لا تصل حتى إلى 3 سنوات، ولي العهد السعودي بين هلالين السيد ضد الفساد قد جمع بعض الألعاب الفاخرة: قصر 300 مليون دولار، يخت 500 مليون دولار، دافنجي اللوحة 450 مليون دولار. ناشط عمر بن عبد العزيز قال: تخيل عزيزي المواطن كيف تشتري ضريبتك المضافة أثاثا للقصر أو طاولة، وهذا ما تسميه تلاحم الشعب مع القيادة. الكاتب عبد الله الوذين غرد قائلا: من غنائم الريتز كارلتون محمد بن سلمان يشتري قصرا بمليار ريال. صبيح المصري رجل أعمال يحمل الجنسيتين السعودية والأردنية، وهو من أصل فلسطيني، احتجز في السعودية عندما كان يقوم برحلة عمل، ومن ثم عادت السلطات لتطلق سراحه. التفاصيل في الفيديو التالي من AJ Plus. ومعنا في الاستوديو المؤثر على منصة سناب شات خالد السداح. أهلا بك خالد، سعدنا بلقائك. أولا يعني أنت مؤثر كثيرا على سناب شات. الله يطول عمرك. سلام. لكن حجم تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا مع موضوع شراء الأمير محمد بن سلمان لوحة وقصر ويخت بمليار و300 مليون دولار تقريبا، هل تراه مبررا أم هي حملة ممنهجة تستهدف الأمير محمد بن سلمان؟ أمسي عليك أستاذ أيمن والسادة المشاهدين. اليوم عندنا شخصية متفاعلة بشكل كبير في الأحداث السياسية الحالية، نفس ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.
فمن الطبيعي أن يتفاعل المغردون المؤثرون على منصات سناب شات في أي خبر يتعلق في ولي عهد المملكة العربية السعودية. فأشوفها أمر طبيعي وظاهرة بالعكس تكون صحية، سواء ربطوا شراء القصر إن صحت الأخبار أو غيرها. نعم، يعني هذا تراه طبيعيا، لكن هناك كما قالت إحدى التغريدات من يتناول الأمر بصيغة سلبية تنال من شخص الأمير محمد بن سلمان. شوف، بالتأكيد تتابع كل هذه التغريدات. نعم والتفاعلات. اليوم المنصات التواصل الاجتماعي مفتوحة للجميع، أي شخص ممكن يدلي بدلو ويعبر عن رأيه. أيضا عندنا اليوم في السياسة لا يوجد شيء مطلق، ممكن يكون أنت لك رأي، أنا يكون لي كذلك رأي مختلف. فأنا أشوفها كذلك ظاهرة صحية، سواء كان تبع الفريق السلبي أو الفريق الإيجابي إن صح التعبير. نعم، يعني من المفترض أن ينظر إليها المتابعون أنها شيء طبيعي في عصر التواصل الاجتماعي هذا. لا مش شيء طبيعي قضية الشراء، لكن طبيعي هذه الكمية العالية من التفاعل في التواصل الاجتماعي. أنا أتحدث عن التفاعل وليس عن الشراء. صحيح. لكن أيضا بالنسبة لعملية الشراء ومحاولة البعض يعني مقارنتها بموضوع مكافحة الفساد أو ربطها بموضوع مكافحة الفساد. نعم، اليوم أخ أيمن تمر المملكة العربية السعودية في حقبة جديدة، وفي بعض التفاعلات اللي ممكن تكون نادرة أو فريدة من نوعها في محاربة الفساد، خصوصا إذا اتفقنا أن أي تجاوزات مالية لا تنتهي أو لا تكون يعني بالتقادم. فجميل محاسبة الفاسدين، شيء حلو، لكن مسألة الربط أيضا مرة ثانية معاها من الطبيعي كذلك. لكن هل فعلا يعني هل هناك جيوش إلكترونية ممكن أن توجه من بعض الدول، من بعض المنظمات للنيل من شخص ما، من دولة ما؟ هل هذا أو في الدفاع عن الحكومات لأي هدف ما، سواء سلبي أو إيجابي؟ نعم، اليوم أكثر من 15% من الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي هي مش حقيقية، هي تعتبر 15%؟ أكثر من 15% من الحسابات الموجودة اليوم في جميع منصات التواصل الاجتماعي هي مش حقيقية، هي تبع الحكومات. هذا مش كلامي، هذه أرقام جوجل. فممكن نلقى محاولة لتوجيه الرأي العام أو لعمل تأييد شعبي لأي قضية معينة أو مهاجمة أو دفاع عن أي شخص. فصحيح هذا الكلام. نعم. في النهاية تحب تقول لجمهورك وجمهور أيضا نشرتكم؟ الله يطول عمرك، بالعكس برنامج جدا مميز ودائما متفاعل في الأحداث المهمة، وفريق عمل أكثر من ممتاز. أشكرك شكرا جزيلا المؤثر على منصة سناب شات خالد السداح، شكرا جزيلا.